نتكلم بس في حاجة، ألا وهي الاستكتار. يعني ان حد يكون مستكتر عليك نعمة او شايف ان النعمة دي هو ليه ما تبقاش عنده، بالرغم ان هو ممكن يكون عنده حاجات كتير قوي 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 انت بتتمنى ربعها. بس معرفش، هو دي طبيعة البشر. ونسبة قليلة جدا اللي بيبقوا مستوعبين ده، مستوعبين ان الناس ما بتاخدش كل حاجة، مستوعبين ان انت ممكن تكون انت فعلا الحمد لله بفضل النعم كتير جدا، بس في نعم كتير انت محروم منها او هي مش عندك، بس انت راضي ومتقبل وعارف انك ان شاء الله باذن الله يعني بسبب رضاك ده ان ربنا هيرضيك اكتر، يمكن يديك النعمه اللي انت بتتمناها، يمكن يزود رضاك فتبقى راضي ومش شايف النعمه دي مأثره في حياتك قوي انها مش موجوده. ناس كتير ما بتبقاش مركزه في ده، بس للاسف الاكتر، وزي ما القران قال قليلا منهم وكثيرا، فالكثير دايما اللي هو مستكتر عليك، الكثير هو دايما اللي شايف انك انت ليه عندك مع انه ممكن يكون عنده كتير قوي قوي قوي. يا جماعه الناس يعني الناس الراضيه، الناس الراضيه بيبان ان هم مبسوطين، الناس الراضيه بيبان ان هم شكلهم حلو وهم ماشيين واخدين بالهم من نفسهم، الناس الراضيه بيبقى دايما عندهم امل داخلي كده هو اللي مخلي ده باين على وشهم الراحة والقبول. فعشان كده دايما بتحس ان الناس دي عندها الدنيا وملكة الدنيا، بالرغم ان هو فعلا ما عندوش حاجات كتير، لكن هو مالك الدنيا برضاه. فممكن ما تستكتروش على الناس شوية الحاجات اللي انتوا شايفينهم، عشان هو من جواهم في حاجات كتير بيتمنوا ربعها وبتكون عندك. ممكن